الثقة في آراء الناس. فرانسيس كونلي كانت أشهر واحدة في جراحة المخ في العالم، وكانت أول ست تاخد وظيفة دائمة في قسم جراحة المخ في جامعة أمريكية. وبالرغم من كده كان أي تعليق تافه من زميل راجل كان بيخليها تشك في نفسها. في مرة وهي في غرفة العمليات زميلها انتقدها بطريقة مستفزة، فبدل ما ترد عليه بدأت تسأل نفسها: يا ترى هل أنا أستحق أبقى هنا؟ هل أنا أستحق أجري الجراحة ديت؟ العقلية الثابتة زائد التحيز وكمان ثقة البنات الزايدة في رأي الناس يخلونا نفهم أكتر ليه في فجوة بين الرجالة والستات في الرياضيات والعلوم. والفجوة دي واضحة جدا كمان في مجال التكنولوجيا. عندنا جولي لينش، بنت كانت بتحب البرمجة من وهي صغيرة، وأبوها وأخواتها كمان في نفس المجال، وهي كانت بتحب المجال ده زي أسرتها بالظبط. لكن لما مدرسها انتقدها علشان استخدمت طريقة مختصرة في برنامج كتبته رغم إن البرنامج شغال، فقدت حماسها وسابت المجال كله واتجهت للعلاقات العامة والترفيه. الرياضيات والعلوم محتاجين يكونوا أماكن مرحبة أكتر بالبنات، والبنات نفسهم محتاجين عقلية نمو أكبر علشان ياخدوا مكانهم الطبيعي فيها. لما الأمور تمشي صح بيحصل إيه؟ عندنا عيلة بولغار أنجبت 3 من أنجح لاعبات الشطرنج في التاريخ. إزاي؟ منهم سوزان، واحدة منهم بتقول: بابا مؤمن إن الموهبة الفطرية ملهاش قيمة، وإن النجاح هو 99% شغل واجتهاد، وأنا متفقة معاه. جوديت أصغرهم دلوقتي تعتبر أعظم لاعبة شطرنج على الإطلاق، رغم إنها ما كانتش أذكاهم وهي صغيرة. أختها سوزان بتقول: جوديت بدأت ببطء لكنها كانت بتشتغل جدا جدا وبتشتغل باجتهاد. زميل ليا كان عنده بنتين عباقرة في الرياضيات، واحدة طالبة دكتوراه في جامعة من أفضل الجامعات، والتانية كانت أول بنت تاخد المركز الأول على مستوى أمريكا في مسابقة رياضيات، وكسبت مسابقة تانية، ودلوقتي بتدرس علوم الأعصاب في جامعة كبيرة. هم سرهم إيه؟ هل هو جينات؟ أنا شايفة إن عقلية النمو اللي بتتوارث في العيلة، حتى أبوهم بيطبق عقلية النمو على كل حاجة. فاكرة مرة كان بيكلمني وأنا لسه مش مرتبطة، فسألني: فين خطة الجواز بتاعتك؟ قلت له مفيش خطة. استغرب وقال لي: إزاي ما عندكيش خطة؟ انتي ما بتتوقعيش شغلك يخلص لوحده، بتعملي له خطة، ليه الجواز يبقى استثناء؟ كان شايف إنه مستحيل يكون عندك هدف وما تاخدلوش خطوات واستراتيجيات علشان توصله. خلاصة الكلام إيه؟ عقلية النمو بتخلي الناس حتى لو كانوا بيتعرضوا لتسميات سلبية بيخليهم يستخدموا عقلهم بالكامل، ما يبقوش مليانين أفكار محبطة أو حاسين إن هم ما ينفعوش أو إن الناس هم اللي بيحددوا قيمتهم. عندنا نصايح لتوسيع عقلية النمو بتاعتك. فكر في بطلك المفضل، هل كنت فاكر إن هو نجح من غير مجهود؟ روح اعرف الحقيقة وشوف كمية الشغل اللي عملها عشان يوصل. فكر في مرات ناس كده غلبوك وقلت إنهم أذكى منك، دلوقتي فكر إن هم بس استخدموا استراتيجيات أفضل وعلموا نفسهم أكتر واتدربوا أكتر، وانت تقدر تعمل كده كمان. هل في مواقف بتحس فيها إنك غبي أو دماغك بتفصل؟ في المرة الجاية لما يحصل لك كده فكر في التعلم والتطور مش في الحكم على نفسك. طيب، هل انت بتسمي أولادك بتسميات؟ هل بتقول دي فنانة وده عالم مثلا؟ يعني افتكر انك كده ممكن تأذيهم حتى لو كنت بتشجعهم. افتكر الدراسة
اللي مدح الذكاء فيها بيقلل الدرجات ويقلل الذكاء نفسه. بدل ما تمدح ذكائهم وموهبتهم، امدح المجهود اللي بيعملوه والشغل اللي بيقوموا بيه. أكتر من نص المجتمع بينتمي لفئة بيتقال عليها إنها مش شاطرة في حاجة، من أول الستات لحد باقي المجموعات. الناس دي اديهم هدية عقلية النمو. اخلق بيئة تعلمهم العقلية دي، سواء كانوا كبار أو أطفال، وخصوصا لو بيتعرضوا لتسميات سلبية، لأنهم حتى لو جات لهم التسميات السلبية يفضلوا متحكمين في طريقهم للتعلم والتقدم. وبكده اتعلمنا إن المديح لو توجه للذكاء أو الموهبة فقط ممكن يأذي أكتر ما يفيد، لأنه بيخلي الشخص يخاف من الغلط علشان ما يبانش إنه مش ذكي. لكن لما بنمدح المجهود والتعب والشغل بنساعد الناس يكتسبوا عقلية بتشوف التحديات في فرص التعلم، والفشل بيبقى بالنسبة لهم مجرد خطوة لقدام، مش دليل على الفشل الحقيقي. عقلية النمو دي هي اللي بتخلي الناس يكملوا ويفضلوا يحاولوا مهما قابلوا من صعوبات.